في مدينة مكناس حدا باب جديد وباب البردعيين كاين واحد الضريح اللي سمعته دايزه من جيل لجيل، ضريح الشيخ الكامل. المكان ماشي غير قبر الولي صالح، ولكن فضاء عامر بالرموز والطقوس والاساطير اللي جمعات الاف المريدين والفضوليين هذه 5 قرون. محمد الهادي بن عيسى تولد سنة 872 هجرية 1467 ميلادية في قبيلة سحيم المختار بسهل الغرب. الأب ديالو هو سيدي عيسى بن عامر المعروف بشهيد الطويحل بالساقية الحمراء، والأم ديالو مريم الفهرية من أصول صحراوية. من بعد رحل مع الأسرة ديالو لمدينة فاس قلب العلم والقرويين. هنا حفظ القرآن وهو صغير عنده 7 سنين، وتعلم الفقه، التفسير، العربية وأصولها، وحتى العلوم العقلية. الناس شهدوا عليه بالنباهة والذكاء. من بعد رجع لمكناس، دار التدريس في الجامع الكبير، وتزوج من السيدة الطاهرة من بني مختار، وولد ولد واحد هو عيسى مهدي اللي غادي يكمل من بعد المسار ديالو. الروايات كتختلف على أصل التسمية، ولكن كاين إجماع أنه كان عالم نابغة ومتمكن. في مناظرة حضرها خطيب مكناس الشيخ البصري شهد عليه أنه كثرة العلم والحكمة ديالو وسمى عليه الشيخ الكامل. هذا اللقب بقى لاصق فيه إلى يومنا هذا. الضريح ديالو وسط مكناس بمنطقة باب الجديد، ماشي غير قبر ولكن زاوية وجامع، فضاء للذكر، التعبد والاحتفال. البناء الحالي تبنى سنة 1776 في عهد السلطان محمد بن عبد الله. الزاوية كتشد المريدين من المغرب والجزائر، تونس وليبيا، بحال شي قطب صوفي مغاربي. عاري عليك الحتوم يا الشيخ الكامل يا سيدي الله مولانا، عاري عليك الحتوم يا الشيخ الكامل مولانا مكناس فرط فيا. الشيخ الكامل هو مؤسس الطريقة العيساوية، طريقة صوفية متميزة بدمج الذكر مع الموسيقى، الطبول والغيطة والنفار. الحضرة كتوصل الناس لحالات من الوجد الروحي، والجذبة كتخليهم يطيحوا ويتمايلوا. قرون هذه العيساوية ولات جزء من المشهد الديني الفني المغربي، عندها أذكارها الخاصة وأناشيدها، وأيضا لباسها وطقوسها الخاصة. كل عام مباشرة مورا عيد المولد النبوي الشريف مكناس تتقلب. الزوايا والطوائف تيخرجوا في مواكب محملين بالهدايا والذبايح وتيمشيو للطريق. المواكب تتبدا من نقاط رمزيه من البيوت ديال المقدمين ولا من زوايا اخرى، وكتجمع في المدينه القديمه. الاصوات، الطبول، الغيطه، الذكر
كلها كتعمر في الزناقي. الموسم تيبقى تقريبا 2 سيمانات وكيدوز بين الطقس الديني والفرجه الشعبيه. الزوار تتلقاهم يا اما فقراء، تجار، عيالات، رجال، مهاجرين وحتى الاجانب. كل واحد جاي واشنو قاصد، كاين اللي باغي البركه، كاين اللي باغي الشفاء، كاين اللي باغي الرزق، وكاين اللي جاي غير بالفضول. الموسم تيخلي مكناس بحال شي مسرح كبير، كتولي الحضره والجذبه، الناس تيتمايلوا، تيطلقوا الغوات، شي وحدين تيطيحوا بلا واعي، وكاينين اللي جايبين الذبيحه تيذبحوا الحواله، الدجاج ولا البقر والعجوله، وتيستعملوا هذاك الدم في شي طقوس خاصه. شي باحثين سماوها طقوس الدم. كاين اللي تيجي يدير التحيار، شي مريدين تيتحركوا بشي حركات عنيفه وصادمه اللي تيشوفها تجي ماشي عاديه. وكاينين حتى الشوافات، شي عيالات جالسين في القياطم تيهزوا الخط ولا تيستعملوا البخور باش يفكوا العكس والسحور. بزاف ديال الناس تيشوفوا هاد الممارسات غريبه وخارجه على الدين الاسلامي، وشي وحدين اخرين تيشوفوها جزء من علاج جماعي للاضطرابات النفسيه والاجتماعيه. هذا الموسم راه ماشي غير ديال العباده، الفكر ديال شي وحدين، هو سوق اقتصادي ايضا. تلقى الناس تيبيعوا البخور، الحنه، العشوب، الجلود، التماتين، وحتى الاكلات الموسميه. تلقى الشوا، اتاي، الحلوى، والعروض الفنيه، موسيقى، الرقص، ومشاهد صوفيه شعبيه. بالنسبه لزوار مكناس الموسم تيولي فراجه مفتوحه، واحد الخليط بين المقدس والاحتفالي. الزاويه العيساويه تطرح دائما الجدل على الانصار ديالها، تيشوفوها انها تراث صوفي اصيل ووسيله باش يتقربوا من الله سبحانه وتعالى بالذكر والروحانيه. اما المعتقدين ديالها تيشوفوها غير طقوس ديال البدع والشعوذه والخرافه. الصحافة المحلية والدولية كتزيد تسلط الضوء على هذه الممارسات الصادمة. تتصور الناس تيتمرمغوا في الدم، حالات ديال الاعتقال مرتبطة بالازدحام، بالسرقة وبالتجمعات الغير تقليدية. شي مؤرخين تيشوفوا أن الشيخ الكامل تيبقى شخصية محورية في الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف في المغرب، وطقوس العيساوية جزء من هذه الهوية الثقافية المغربية. الشيخ الكامل أو محمد الهادي بن عيسى ماشي غير ولي صالح ولا ضريح وسط الناس، هو بمثابة قطب ديني واجتماعي وثقافي، وتم تتمارس طريقة روحية موسيقية مؤثرة، وموسم تخلط بين العبادة والفرجة، الاقتصاد والطقوس. اللي تيمشي للضريح في الموسم تيخرج بشي إحساس قوي، الرهبة، الانبهار ولا حتى النقد، ولكن مستحيل أنه يبقى كما تيشوفوا بالعين المجردة، لأن ضريح الشيخ الكامل ماشي غير مكان، هو مرآة ديال معتقدات الروح المغربية.